شو عم تعملوا عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة بتكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتعل فيه بالأرض. بدل العالم ما بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا أكيد ما كنا نجينا لهون لنقى خبز وناكله. من وين انتم؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة إلا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا أخي عم يلم معي خبز. باكل نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قديش صار لكم على هالوضع؟ إنا فترة على شئنا سنة. اهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وأبي ضايع هويته ما في شي يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معاه شي يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على أوضاع مثل ما كانت ناكل كل شي ونشبع مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما بتاكل من هون بتجوع من هون ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر إسا. الصبر بالجوع وبهالشي بيصبر إسا. يعني ما معانا حدا معانا الله. يعني انتم صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي ما بلا كله طلع تركنا شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.